السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل وصفة سهلة وسريعة وطبيعية من زمان، ما فيهاش اي افتكاسة. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هنعمل صينية للفراخ كده مكرملة وخطيرة. هنجيب بصل مبشور ناعم جدا وبصل حلقات، هنحط عليهم رشة من الكمون والكاري والكركم والجنزبيل البودر، لو ما عندناش نقدر نستغنى عنه، وفلفل اسود وبابريكا ورشه من القرفه صغيره. التوابل دي يا جماعه بتدي طعم حلو قوي في الفراخ، بس ما تكتريش، كلها رشات صغيره او معلقه صغيره خالص بتاعه البهارات مش بتاعه الشاي. ونقلب المكونات دي كلها بعد ما بننزل عليهم بمعلقه من الزيت. هننزل عليهم بمعلقه من الدبس الرمان ومعلقه من الصويا صوص علشان يدوا تست حلو. لو مش عندنا نقدر نستغنى عنهم خالص، مفيش اي مشكله، وهيدونا برضو طعم وريحه جميله خالص زي بتاعه زمان. هنفضل بقى نقلب فيهم كويس قوي كده، ومعايا فرخه مغسوله ومتقطعه حلو. ونفضل بقى ايه، ننزل بالفرخه بتاعتنا دي في البصل. هندخل البصل بتاعنا بقى في قلب الفرخه كده من كل الجوانب ومن فوق ومن تحت، ونفضل بقى ندعك فيها كده كويس قوي قوي عشان تتبل. وبعد ما نتبلها كويس قوي 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 نركنها قد ايه وقت؟ ممكن ساعه، ساعتين، 3، زي ما تحبي، معاكي لحد 4 ساعات. البصل بتاعي مش هيعمل ريحه، لا مش هيعمل، التوابل بتاعتنا مش هتخليه يعمل ريحه، هيعمل ريحه شوي. لكن مش حابه خلاص. انا كده بعد ما خلصت الصينيه ومعلقتين عصير طماطم كده على وشهم، والفراخ بقلبها على وشها، يعني وشها بيبقى لتحت وظهرها لفوق علشان بعد كده اقلبها. ولازم الخطوه دي يا جماعه. نركن بقى الفراخ على جنب ونجيب صينيه فاضيه فيها بصلايه حلقات، عليها رشه من الفلفل والكمون، ومعايا قرن فلفل سبايسي حبه ماشي، مش حبه يبقى رومي، وحته فلفل احمر، وايه، ونقلب الملح والكمون والفلفل والماجي والبهارات مع البصله. البهارات بتاعتنا اللي هي الكمون والملح والماجي والكاري وبس كده، ورشه من القرفه والملح، ونقلبهم كويس قوي، والفلفل والبصل كده خلاص. كده دي هنعمل فيها صينيه فراخ عاديه تقليديه جدا، بس جميله وخطيره. هنقلب بقى البطاطس بتاعتنا كويس قوي. وبعد ما نقلب البطاطس كويس قوي هننزل بعصير الطماطم اللي احنا ضربناه في الخلاط، مش كتير، هي حوالي 4 طماطميات عشان انا مش بحبه غامق قوي او تقيل قوي. وبعد كده معايا طماطمايه مقطعينها حلقات هنرصها على وش الصينيه. خلاص كده خلصنا صينيه البطاطس. هنديها معلقه من السمن، او انت بتستخدمي دهن، معلقه من الدهن وعليهم معلقه من الزيت، وخلاص على كده. وطبعا توابلنا وكل حاجه فيها جاهزه. كده خلصنا. انا بقى مستعجله هرفعهم بقى الاتنين على النار، مش مستعجله استنى عليهم شويه. كده احنا رفعناهم على النار. هنحط بقى الفراخ دلوقتي. الخطوه اللي انا قلت لك عليها مهمه. اول ما بتاخد لون من على الظهر كده بتديني شكل ان هي استوت او دخلت على سوا، فاروح قلبها على الوش التاني اللي انا كنت حطاه. كان الوش والتحت الظهر عشان اكمل سواها خالص على الظهر، مفيش مشكله. كده نقلب بقى الفراخ تمام خالص. بعد ما قلبنا الفراخ بتاعتنا وابتدت تغلي، انا حطيت لها ميه في الاول لو خدتوا بالكم وغطيتها. اول ما بتغلي غلوتين بروح بقى قلبها، واحط معلقه سمنه صغيره، معلقه سمنه ايه صغيره خالص، علشان ما يبقاش الدهون بتاعتي كتير. وتقدري برضو تستغني عنها، بس دي عشان تديني لون من الفراخ من الوش. خلاص كده البصل بقى لما بيبتدي يغلي كده مع بعضه بيكرمل، وبقى بقى عليه رشه سكر، يا خطير. اما تدخليه الفرن بيبقى في حته تانية. وكده البطاطس بتاعتنا غلت. انا بتغلي كل حاجه معايا، بتغلي الفراخ مثلا غلوتين، البطاطس غلوه واحده بس. واول ما هتغلي هدوس على الطماطمايه علشان اطريها اللي على الوش، واروح بقى طافيه من على البوتاجاز ومدخلاهم الفرن. وهنعمل ايه؟ هنعمل طاجن رز معمر سهل وبسيط. ما عندكيش طاجن يبقى في الصينيه هتسمي الله كده وبايه، وتحطي الرز بتاعك 4 مثلا كوبايات، 3 كوبايات حسب الرغبه. احنا هنا حطينا 3 كوبايات من الرز، وعليهم كيلو من الحليب، وعليهم معلقتين كبار من القشطه، قشطه اللبن اللي انا بشيلها من على وش اللبن. لو عندك قشطه عاديه ماشي، مش عندك قشطه ممكن تستغني عنها وتزودي معلقه سمنه كمان. هنحط معلقتين سمنه بلدي كبار على على الرز مع معلقتين القشطه. طب كده مش هيبقى دسم قوي او كده، لا هيبقى مفلفل وجميل. ما تخافيش، القشطه والسمنه بيكملوا بعض. وهنا بقى كيلو من الحليب. طب كيلو الحليب ده بس؟ لا، لو انا الرز بتاعي بياخد شوربه شويه فهزوده مثلا ايه، ربع لتر من الميه. مش عندي هو الرز بتاعك ما بياخدش، يبقى خلاص كده تمام. كده بقى الاكله بتاعتي بعد ما حطيناها في الفرن، بصوا مفيش اسهل من كده. مش انا بقول لكم اكلات الصيف سهله وسريعه؟ بطاطس ورز معمر وفراخ مكرمله بالبصل وخطيره، وانا غطيت وشها قبل ما ادخلها الفرن، وهي في الفرن برده متغطي وشها علشان تطلع جوسي وطريه. والرز بتاعي مفلفل وجميل، بصوا والله تحفه. والاكله كلها خلصت معايا مفيش وقت، ساعه مثلا، ما كملناش الساعه. ايه رايكم بقى؟